أعرفكم بنفس الشباب يعني أنا دكتور عبد الرحمن مصطفى المحمدي. أوكي. آه، يعني إحنا الفرق مش كبير قوي. يعني أنا دفعة 22، والحمد لله حاجة زي كده بشوفها كانت ميزة كبيرة عشان خاطر فكرة التواصل. يعني المشكلة اللي دايما اللي كنت بواجهها وأنا طالب، فكرة إن الدكتور اللي بيشرح لي في جاب كبير جدا ما بين جيلي وجيله في طرق توصيل المعلومة، في الشرح، حتى في الهزار. آه، الميزه التانيه ان فكره ان انا لسه مرتبط بالكليه، والكليه مش بعيده عن دماغي يعني. فعندي درايه بالاسئله وبطريقه المذاكره والكلام ده كله. فحاجه زي كده الحمد لله انعكست على مجال الكورسات اللي دخلت فيه بقالي 3 سنين بشكل كويس جدا الحمد لله. الحمد فارما يا لله. شباب هو علم دراسه الدواء. وهو العلم المختص بكل حاجه انت هتشوفها في الصيدليه. طب واحد فيكم هيقول لي انا مش هقف في الصيدليه، مش طموحي ان انا اقف في الصيدليه. فكره ان انت صيدلي وعلاقتك بالدواء ضعيفه، دي فكره مش صح. لان احنا هنا في مجتمعنا المصري يعني، انت في اي قعده اسريه، في اي موقف هنحتاج رايك بما انك صيدلي. فالفارما مهم. طب واحد فيكم هيجي يقول لي بس الناس اللي احنا شغالين معاهم الخريجين في الصيدليات، او الدكتور اللي بتدرب معاه في الصيدليه قال لي اللي انت هتدرسه في الكليه حاجه وارض الواقع حاجه. الكلام ده كلام فارغ. ليه؟ المشكله بتنشأ لما يبقى اللي بيشرح لك او طريقه مذاكرتك هي اللي تخلق الجاب ده. لكن الجاب مش موجود. الجاب مش موجود نهائي. اي حاجه انت هتدرسها في مناهج الفارما من اول فارما 1 لفارما 3، حتى لما تخش في الادفانسد شويه في التوكسو والثيرابي، كل اللي بتدرسه موجود على ارض الواقع وهتحتاجه. لكن الرك على التربيط، مين اللي يربط لك اللي انت بتدرسه ده بارض الواقع؟ مين اللي يعمل لك اللينك؟ فده كان كده تعريف بنفسي بشويه دردشه بسيطه. المحتوى بتاع كلامنا النهارده هيبقى هنتكلم عن انترودكشن سريعه كده، هنقعد ندردش شويه عن الفارما، بعد كده نتكلم عن الجنرال فارماكولوجي اللي هم اول محاضرتين، اللي هي واحده عن الفارماكوكاينetics وواحده عن الفارماكوداينامكس. ده المحتوى اللي انت شايفه ده. ده كده ده بتاع الفارماكوكاينetics. يعني ايه داينامكس ويعني ايه كاينetics؟ هنعرف الكلام ده دلوقتي حالا، ما تستعجلش. فتعالى كده نعمل ليتل شاتنج مع بعض. حد عارف الفارماكولوجي دي او كلمه فارماكولوجي دي بالعربي معناها ايه؟ العلم نفسه. زمايلنا اللي في سوريا وفي العراق بيدرسوا الحاجات هناك معربه شويه. حد عارف اسم الماده دي ايه بالعربي؟ عايزين نبريك الايس كده مع بعض يا شباب. اي حد عارف اي حاجه يقول. خلينيش اتكلم انا لوحدي، هتناموا. لو انا اللي هتكلم لوحدي هتناموا. طيب محدش عارف. ده اسمه العقاقير. جمع عقار او الدراج، يعني علم دراسه الادويه او العقاقير. فليه بندرسه؟ لان حضرتك الدراج اكسبرت. انت اسمك المسمى بتاعك الكومونلي كده في المجتمع الطبي والمجتمع العلمي، الصيدلي ده دراج اكسبرت. يعني لما يبقى في مثلا طاقم طبي بيبقى مكون من رئيس التمريض، بيبقى مكون من استشاري، مكون من نايب، مكون من صيدلي. ده في اي بلد محترم. وحتى كمان في 57 اللي نزل فيكم 57 ده الطاقم الطبي. الاربع اعضاء اللي قلت لك عليهم دول، اي حاجه تخص الدواء باعراضه الجانبيه بمفعوله بجرعته بيروحوا للصيدلي. طول ما الصيدلي موجود في الطاقم الطبي ما حدش بيتكلم في الدواء غيره. محدش بيتكلم عن الدواء غيره، مش في الدواء لا، وعن الدواء كمان. ففي اي بلد محترم وفي اماكن كتير في مصر مؤخرا بقى الموضوع ده الصيدلي هو الدراج اكسبرت. فانت لازم تدرس الفارماكولوجي وانت داخل بالفايب دي كده، داخل بالحاله دي ان انت انا مهم بالنسبه لي جدا. ماده زي الفارما من المواد المهمه جدا في كاريرك في الكليه. ما ينفعش تقع منها خالص من اول يوم لغايه اخر يوم. طيب واين سمستر 5 ليه؟ طيب طالما هي مهمه كده ما باخدهاش من اول يوم ليا في الكليه. لان من الاخر انت حضرتك محتاج يكون عندك بيزكس قبل ما تخش على الفارما. يعني على سبيل المثال ما ينفعش اديك فارما من غير ما تكون خدت مايكرو مثلا. لما اجي اشرح لك مثلا في شابتر الانتي بايوتكس في فارما 3 واقول لك والله الانزوليد ده بيشتغل على الجرام بوزيتيف بس، فما تجيش ساعتها تقول لي يعني ايه جرام بوزيتيف. لا، تبقى انت اوريدي عندك باك جراوند. او حتى لو جيت ساعتها اقول لك هبقى بعمل لك ريفرش، مش بشرحها لك لاول مره. والله ما ينفعش اديك فارما من غير ما نكون واخدين مثلا اورجانيك. ليه يا دكتور ما ينفعش؟ والله عشان خاطر مثلا هاجي في مره اقول لك الدواء الفلاني بيعمل كوفيلنت بوند. ها يا ترى يا شباب الكوفيلنت بوند دي الدواء ده كده يبقى تاثيره ريفرسبل ولا ايريفرسبل؟ لا، تقول لي والله ده كوفيلنت بوند دي حاجه قويه يبقى تاثيره ايريفرسبل. فلازم يبقى عندك باك جراوند من كذا علم، ودي مجرد امثله: مايكرو اورجانيك، طبعا الاناتومي، الهيستولوجي، الفسيولوجي، كل حاجات كتير من البيزكس اللي انت خدتها في اولى وثانيه هتكون محتاجها معاك عشان تفهم حاجات كتير قوي في سنه ثالثه وانت بتاخد الفارما. فالفارما ما ينفعش تتاخد من اول سنه. لو في كليات بياخدوها من اول سنه فهم كده بيضروا بمصلحه الناس، مش بيخدموها. انت دي حاجه مؤذيه انك تاخد الفارما من اول سنه في الكليه. مش هتفهم حاجات كتير قوي وهتواجه صعوبه جدا في مذاكرتها. على العكس لما تيجي تاخدها زي دلوقتي، زي ما عين شمس ماشيه وزي ما القاهره ماشيه، غالبا مش عارف القاهره ماشيه كده ولا بياخدوا قبلكم بسنه. بس اي ثينك يعني ايام اخويا الكبير كانوا القاهره برضو بياخدوها من سنه ثالثه.
المهم نخش على حاجه بعدها. طالما احنا بنتكلم عن الادويه، فعايز اديك نبذه سريعه ان الادويه لما بنيجي ندرسها بنقسمها كاتيجوريز. ممكن نقسمها تقسيمات مختلفه. ممكن والله مثلا يعني نقسمها اكوردنج للكيمياء بتاعتها. يعني ايه كيمياء؟ اقول لك ادويه البيتا لاكتامز. يعني ايه البيتا لاكتامز؟ بيتا لاكتام دي بيتا لاكتام رينج، رنجايه كده، حلقه رباعيه كده، تبقى موجوده في المركب. فخلاص اي مركب موجود فيه البيتا لاكتام هنحطهم مع بعض وندرسهم مع بعض. دي طريقه تقسيم. في طريقه تقسيم ثانيه والله نقسمهم كلينيكالي. يعني ايه كلينيكال يا دكتور؟ على حسب الافكت بتاعهم. والله يقول لك الانتي هايبرتنسيف دراجز، ادويه الضغط. الانتي كواجيلانس، ادويه السيوله. الانتي او الاورال انتي دايابيتكس، ادويه السكر. فاذا في تقسيمات كتير مختلفه للادويه، واشكال مختلفه جدا لدراسه الادويه. عشان خاطر انت لما تتعرض لاي مصدر وتشوف تقسيمات مختلفه عن التقسيمات اللي انت شغال بيها ما تستغربش. كل شيخ وليه طريقه من الاخر. احنا الطريقه اللي هنمشي بيها ايه في الكليه؟ هنمشي اكوردنج للسورس اللي هكلمك عنه، وهنعرف مع بعض. طيب، هدرس ايه في الفارما يا دكتوره؟ هتدرس حضرتك من اول دلوقتي لغايه سنه رابعه الترم الثاني. انتوا في سنه رابعه دلوقتي اصلا؟ لا، انتوا في سنه ثالثه. ثالثه ترم اول، ثالثه ترم ثاني، رابعه ترم اول. هتاخد فارما 1 و2 و3. هتدرس ايه؟ هتدرس كل الشجره اللي انت شايفها دي. طب هدرس ايه في فارما 1؟ هتاخد من اول هنا كده، اول الحته دي كده، لغايه هنا كده. شايف المواضيع دي كلها؟ دي هتاخدها في فارما 1. ده منهج فارما 1 بتاعنا بتاع عين شمس. طب ليه بقول عين شمس؟ لان في كليات تانية بيختلفوا شويه، بياخدوا اقل منكم بحاجه بسيطه. طب هاخد ايه في فارما 2؟ هتاخد الحته دي غالبا كده في فارما 2، اللي هم السي ان اس دراجز، ادويه المخدرات بقى والمهدئات والشغل الحلو اللي انتوا تحبوه ده. طب في فارما 3 ناخد ايه؟ ادويه الكانسر، المضادات الحيويه، ادويه السكر، الجنب الايه اللطيف التاني ده. فاذا حضرتك في فارما 1 وفارما 2 وفارما 3 هتتعرض لكل الايه المواضيع اللي انت شايفها دي. ثانيه واحده بس، معلش. اوكي، تعالى بقى يا سيدي الفاضل، نبدا محاضرتنا اللطيفه وقصتنا الجميله. والحاجات البسيطه مش هنقف عندها كتير. واتس فارماكولوجي؟ فارماكولوجي اتفقنا ان هو علم دراسه الايه الادويه، الدراجز. تمام. فنخش للسؤال اللي بعده، ايه هو الدراج؟ الدراج يا سيدي الفاضل هو سبستانس معنيه او هتعمل انتر اكشن ويز يور بودي. هتتفاعل مع جسمك، هتتفاعل مع بروسيس معينه في جسمك. يا اما هتزودها. ثانيه واحده يا شباب، والله المحاضرة طول اليوم امبارح كانت زي الفل. مش عارف البتاع بيعلق النهاردة ليه. وشكم حلو. ارجع لي كده حتتين تاني. طيب، يا اما التفاعل ده هيبقى في هيئة ازود العملية، ازود الريت العملية، او اقلل الريت العملية. يعني والله دواء يعلي الضغط، دواء يقلل الضغط. لكن مفيش مثلا دواء يخش يغير اصلا العمليه دي خالص، او يخلي العمليه دي حاجه ويخليها حاجه تانية خالص. فاهم الفكره؟ فاذا الدواء بتاعك او في التعريف بتاعك، يعني واتس دراج؟ دراج هو سبستانس هتخش تتفاعل مع بروسيس في جسمك، كيميكال بروسيس في جسمك. يا اما هتسرعها يا اما هتبطئها، لكن مش هتغيرها خالص. مش هتغير في كيميكال بروسيس. لو غيرت في كيميكال بروسيس ده مش دواء، ده سم. تمام. هنيجي للمفاهيم دي بعدين ونتكلم فيها اكتر ان شاء الله. تمام. طيب، نخش بعد كده على مفهوم مهم جدا، وهو الفارماكوكاينetics والفارماكوداينامكس. يعني ايه الكلام ده بقى يا دكتوره؟ يعني ايه فارماكوداينامكس ويعني ايه فارماكوكاينetics؟ مش انا قلت لك ان انا عندي، حد بعت حاجه؟ مش انا قلت لك ان انا عندي الدرج وعندي البادي بتاعي؟ وبيحصل انتر اكشن ما بينهم. يس. طب تاثير الدرج على الدواء بتاعي، تاثير الدرج على البادي، وتاثير البادي على الدرج. افهم من كده ان تفاعل الدواء مع البادي هي عمليه رايحه جايه، هي عمليه مش من اتجاه واحد. لا، ده الدراج له تاثير على البادي، وبنسمي التاثير ده فارماكو داينامكس، ديناميكيه الدواء. فاذا التاثيرات اللي الدواء هيعملها على الجسم بنسميها فارماكو داينامكس. ده برانش كبير جدا من الفارماكولوجي. طب يعني ايه برضه يا دكتور؟ ايه التاثيرات اللي الدواء بيعملها على الجسم؟ يعني مثلا على سبيل المثال الميكانيزم اوف اكشن اوف ذا دراج. لما اقول لك الدراج ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعته، كده انت فارماكو كاينetics ولا فارماكو داينامكس؟ لا، فارماكو داينامكس. يعني مثلا على سبيل المثال
والله ده بيتا بلوكر، يعني بيمسك في ريسبتور اسمه بيتا وبيقفله. حلو. طب ايه تاني من المواضيع بتاعت الفارماكوداينامكس؟ والله موضوع الاكشن. ايه ده، هو في فرق ما بين الميكانيزم اوف اكشن والاكشن؟ ميكانيزم اوف اكشن ده يعني بيقفل ايه، بيمسك في ايه، بيشغل ايه. لكن الاكشن ده، هو البيتا بلوكر ده بيعمل ايه يا دكتور؟ والله بيقلل البلاد بريشر، بيقلل الهارت ريت. ده كده الاكشن. طب السايد افكت بتاع الدواء ده جزء من اجزاء الفارماكوداينامكس، لان هي كلها تاثيرات من الدواء على الجسم. حلو. طب تاثير الجسم بتاعي بقى، والعمليات اللي الجسم بتاعي بيعملها على الدواء، بنسميه فارماكوكاينetics. ايه هي الفارماكوكاينetics وايه هي العمليات بتاعتها؟ تعال نشوف. بس اللي انا عايزك تطلع بيه وتفهمه، ان انا عندي حاجتين كبار في الفارما، حاجه اسمها فارماكوكاينetics وحاجه اسمها فارماكوداينامكس. شفت النشره الكبيره بتاعت الدواء اللي بتبقى مع كل دواء، البامفلت اللي في العلبه؟ البامفلت دي بتتكلم في الحاجات دي، تلاقي جزء كده يخص الفارماكوكاينetics وجزء يخص الفارماكوداينامكس بتاعت الدواء. لان المفروض حضرتك كصيدلي، اي دواء في الدنيا تبقى انت على درايه بالحاجات بتاعته دي. حافظها يعني مش حافظها، بس على الاقل تقدر توصل لها في اي وقت، ولما تقراها تبقى فاهم اللي انت بتقراه ده معناه ايه. مش شرط تبقى حافظها، دي باكد. انا مش حافظ الفارماكوكاينetics بروفايل والفارماكودايناميك بروفايل بتاع كل الادويه اللي في الدنيا، ما فيش حد كده. ولكن اقدر اقراها واقدر افهمها في اي وقت، لان انا عندي البيزكس. ده دورنا ان نبقى احنا ايه، فاهمين البيزكس. طيب ايه الفارماكوكاينetics؟ فارماكوكاينetics عملنا كده اختصار بسيط يفكرنا بالعمليات بتاعت الفارماكوكاينetics كلها. ادمي دي يعني ايه؟ فور ابزوربشن، يعني هاو ويل ات جيت ان، يعني ازاي الدواء بتاعي ده هيخش الدم، هيوصل للدم ازاي؟ يا ترى عن طريق البق، يا ترى عن طريق حقنه، يا ترى عن طريق باتش، يا ترى عن طريق كريم، يا ترى عن طريق لبوس. فاذا الابسوربشن وكل ما يخص الابزوربشن، وايه اللي بيأثر على الابزوربشن، اللي يسرعه اللي يبطئه، الكلام ده كله من ضمن الفارماكوكايناتيك بروفايل اوف ذا دراج. حلو. طيب الدي، الدي ده حرف اللي بيعبر عن حاجه اسمها الديستريبيوشن. وير ويل ات جو؟ هيروح فين الدواء بعد ما يوصل للدم؟ يعني هو وصل الدم، هل هيقعد في الدم، ولا هيروح للكبد، ولا يروح للكلى، ولا يروح للبرين، ولا يروح للعظم، ولا يروح يقعد في العضلات، ولا؟ فاذا الديستريبيوشن وموضوع الديستريبيوشن هو حاجه من ضمن الفارماكوكايناتيك بروفايل بتاعت الدواء. الام فور ميتابوليزم. يعني ايه ميتابوليزم؟ هاو از ات بروكن داون؟ يعني الدواء بتاعي ده انا عامله في هيئه استر، في استر بوند. طب مش احنا عارفين يا دكتور ان الاستر بوند لما بتقابل ميه ومثلا وسط اسيدك تروح متكسره؟ فاذا موضوع الميتابوليزم هيناقش الدواء بتاعك ايه التغيرات اللي هتحصل في شكله جوه جسمك في الاماكن المختلفه اللي بيروحها. لما يخش الاستومك هيتكسر، ويتكسر يبقى عامل ازاي؟ لما يروح للانتستين ويقابل الانزيمز اللي في الانتستين هيتكسر، وهيتكسر يبقى عامل ازاي؟ لما يروح للليفر ويقابل الانزيمز بتاعت الليفر، هل هيتكسر ولا لا؟ ولو اتكسر هيبقى عامل ازاي؟ وبعد كل ده كله، الهدر اللي حصل ده كله يأثر على قد ايه من الجرعه بتاعتي؟ فاذا موضوع الميتابوليزم هو موضوع من ضمن مواضيع الفارماكوكاينetics اللي هندرسها. الاكسكريشن، يعني الدواء بتاعي بعد ما يخلص شغله في الجسم كله هيخرج ازاي؟ يخرج عن طريق اللعاب، ولا عن طريق البول، ولا عن طريق العرق، ولا عن طريق مش عارف اللنج؟ ايه ده، يعني الدواء ممكن يخرج باساليب مختلفه من الجسم؟ على حسب صفاته. فكل ده برضه هندرسه مع بعض. طب يا دكتور معلش، انت خوفتني كده وحسستني ان الموضوع كبير. هو احنا هناخد الكلام ده كله النهارده؟ لا حبيبي، مش هناخد الكلام ده كله النهارده، انا بفهمك بس. احنا هناخد نبذه سريعه عن كل عمليه، وبعد كده واحنا ماشيين مع كل دواء حضرتك بتاخده، هتاخد ما يخص الدواء ده من ابزوربشن، من ديستريبيوشن، من ميتابوليزم، من اكسكريشن. هي دي الفارما. فهمت الفكره؟ لكن النهارده احنا هنتعرف بس على ايه اللي بيأثر على الابزوربشن بشكل عام، ايه اللي بيأثر على الميتابوليزم بشكل عام، ايه اللي بيأثر على الديستريبيوشن بشكل عام، وهكذا. تمام. طيب فاذا احنا اتفقنا ان انا عندي ابزوربشن، ديستريبيوشن، ميتابوليزم، اكسكريشن. في حاجه قبلهم اسمها الادمنستريشن، بحب اسميها انا ساعه الصفر، اللي هي البدايه خالص.
الادمنستريشن هو انا ازاي بدي الدواء اصلا للجسم قبل عمليه الابزوربشن بقى، قبل الامتصاص، اللي هو الروتس اوف ادمنستريشن. حد كده يقدر يفتح المايك يبقى شجاع كده ويفكرني ايه الروتس اوف ادمنستريشن اللي تعرفوها؟ افرشوا لي. ازاي نقدر ندي الدواء للجسم يا جماعه؟ اي حد يتطوع، اتعرف على اي حد منكم. اورال، عظيم. ايه تاني؟ توبيكال، عظيم. ايه تاني؟ اي في، اي جميل. اي بس ام كده؟ اي ام، باي ماشي. باي ريكتم. ريكتال. ها، في تاني؟ انهيلر انهيلر. عظيم جدا. في تالت في كمان برضو. ها، ممكن ترانسديرمال. ماشي. ديرمال. ها، في سبكوتينيوس وفي انتراديرمال، يعني الديرمال ده في منه حاجتين. ها، ايه تاني؟ حاجات الديب بقى، الحاجات اللي هي عايزه دكاتره. ها، كان في روتس اوف ادمنستريشن كده محتاجه دكاتره. طيب ماشي، بلاش دي. زي ميثايل تكنو اللي هو سبلينجوال. عظيم، كويس جدا. او بكل. حلو. مين اللي بيقول؟ انا علي. علي برضو. عاش يا علي، تسلم ايدك. طب طالما علي اللي بيتكلم معايا، ما تقول لي كده مين اسرع واحد يا علي؟ يعني مين اسرع طريق يوصل الحاجه للدم؟ هي حاجه، اي حاجه ما تعديش على الفيرست رو، يعني على الليفر. حاجه اسرع مثلا ممكن واحد. تكون حقن، ها، الحقن الايه؟ اللي هي الاي في. الانتراماسكولار ولا الاي في؟ عظيم. طب مين يقدر يقول لي ايه الطريق السريع جدا اللي شبه الاي في بالظبط؟ دي حاجه كانت مفاجاه ليا، ما كنتش اعرفها وانا طالب اصلا، بس عرفتها لما بدات ادرس. سبلينجوال. السبلينجوال؟ لا، مش السبلينجوال. هو سريع بس مش بسرعه الاي في. في طريق بسرعه الاي في بالظبط، وبستخدمه كالترناتيف للاي في لما يبقى حالات الاي في مش يعني اوقات، يعني ربنا يعافيكم، ناس بيبقى خلاص الاورده بتاعتهم اللي بيغسلوا كلى او حاجه بتبقى باظت خلاص، مش قادرين ياخدوا حاجه في الاي في، فبيلجأوا للطريق التاني ده. انهاليشن. لا، سريع برضه بس مش بسرعه الاي في. ماشي، غلب بحماركم. دي حاجه مش عليك في المنهج، بس انا بحب اعملها لك كمعلومه يعني اسرائيليه، تبقى انت عارف كمعلومه ليك. يعني في حاجه اسمها انترا اوسيوس. حد عارف ايه الانترا اوسيوس ده؟ ده حقن في البون مارو، حقنه كبيره كده عظيمه شبه المسدس، بتحقن في البون مارو على طول. وبما ان البون مارو ليه اكسس على طول على الدم، فهو كانك بتحقن في الدم. فدي من المعلومات اللطيفه تبقى انت عارفها، مش عليك في الامتحان الكلام ده كله، ولكن بس ده عشان تبقى انت مرتب الدنيا في دماغك. زي ما انت قلت يا شباب، الانهاليشن والسبلينجوال من الحاجات السريعه جدا، دقيقتين وثلاثه وثلاث دقائق وخمس دقائق، يعني ما فرقوش كتير عن الدم في دقيقه، هم في 3 دقائق، مش قصه يعني. اندوتراكيال ده يعني ان انت بتحقن على طول في التراكيه بتاعت الرئه، تمام، او يعني تدي الدواء على طول في الرئه. ده في حاله لو انت مش قادر تسحب، لو المريض مش قادر يسحب على جوه. المهم عدي الكلام ده كله خلاص. انا كان يهمني بس ان انت تبقى عارف ان انا عندي مراحل قبل الابزوربشن والديستريبيوشن اللي هي مرحله الادمنستريشن، وفي منهم حاجات زي الانترافينوس والانترا اوسيوس. دول بنعمل سكيب لايه؟ انت هنا بتعمل سكيب لمرحله مين؟ الابزوربشن. مفيش ابزوربشن هنا. ليه؟ لان انت بتودي الدم على طول. هو يعني ايه ابزوربشن؟ يعني انتقال الدواء من السايت اوف ادمنستريشن انتو ذا بلاد. ده معنى كلمه الابزوربشن، انتقال الدواء من السايت اوف ادمنستريشن، من مكان اخذ الدواء الى الدم. فانت لما تحقن انترافينوس او لما تحقن انترا اوسيوس زي ما فهمتك كده، انت رحت الدم على طول، فكده الحاله دي مفيش ابزوربشن اصلا. مهمه المعلومه دي، مهمه جدا، هنحتاجها في شق معين كده واحنا رايحين كمان شويه في المحاضره. هي كلامك عن حاجه اسمها بايو افيلابيلتي. طيب، يبقى احنا كده يا دكتور فهمنا يعني ايه ابزوربشن، ان هو انتقال الدواء من السايت اوف ادمنستريشن انتو البلد. طب ايه الميكانيزمات، ايه الميكانيزمات بتاعه انتقال الدواء من السايت اوف ادمنستريشن للبلد، وايه العوامل اللي بتاثر عليه؟ ده الحاجات اللي هنتكلم عليها حالا قبل ما ناخد اول بريك مع بعض، اوكي، عشان نروح نصلي المغرب يعني. اولا
الدراجز must cross epithelial او الاندوثيليال سيل layers to enter the body. يعني زي ما انت شايف والله انا عندي اهو سيلز، تمام، في سيلز في الاول اللي هي الايه الابيثيليال سيلز، وفي تحتها الاندوثيليال سيلز. الدواء لازم يعدي من الاثنين دول، يعني يعدي من هنا الابيثيليال، ثم يعدي كمان من الاندو ثيليال سيلز عشان يخش الدم. فاذا زي ما حضرتك شايف ان الدواء محتاج يسافر، محتاج يعني لو هنحط توبيكال كريم او مرهم او محتاج يعدي من الحاجات دي كلها عشان يخش الدم، فبيواجه صعوبات كتير عشان يعدي، ففي حاجات كتير بتأثر على التعدية بتاعته، وبالتالي لازم ادرس الميكانيزم بتاع الدواء ازاي يقدر يعدي ويخترق ويروح للدم. طب هو المنظر ده جلد؟ ده مش جلد. انت عارف اللي هنا بنتكلم عليه ده مين؟ ده الانتستين. ده كده الجزء اليومن اللي هو من جوه، ده الكافيتي. ده الكافيتي، الحته اللي بيبقى الاكل قاعد فيها. الاكل بيبقى قاعد هنا اهو. الاكل محتاج يعدي من الابيثيليال سيلز بتاعت الانتستين، ثم كمان يعدي من الاندوثيليال بتاع الكابيلاري اللي جنب الانتستين، الشريان اللي لازق في الانتستين عشان يخش البلد. فاذا انا محتاج اعرف هو الدواء بتاعي بيعدي ازاي. ليه؟ عشان احنا في تصنيع الدواء وفي صفات الدواء نبقى فاهمين الدواء ده هياخد وقت عقبال ما يعدي، الدواء ده بيعدي بسرعه، الكلام ده كله. طيب ماشي يا دكتور، ايه هي الميكانيزمات اللي بيعدي بيها الدواء؟ الكلام ده اعتقد انتوا خدتوه في حته قبل كده، انتوا خدتوا الباسيف ديفيوجن والفاسيليتيد ديفيوجن والاكتيف ترانسبورت ده في اماكن قبل كده ولا لا؟ يا اخوانا ماشي نشرح. تمام يا دكتور. خدناها. المفروض تبقوا انتوا متجاوبين معايا فيها بقى. اول طريقه الدواء يقدر يعدي بيها، طب اصحصحكم معايا بقى، خلي بالكم المقارنه دي الثلاثه دول بيقارنوا مع بعض بتيجي في الامتحان. صحصحكم معايا بقى، تيجي ايسي كمان. ماشي، لو مقارنه الباسيف ديفيوجن بالفاسيليتيد ديفيوجن بالاكتيف ترانسبورت. حلو كده عشان تصحصحوا. طيب ايه بقى يا دكتور الطرق دي؟ مبدئيا كده يا عزيزي خلينا نكون متفقين، الدواء بتاعك يا اما هيبقى لايبوفيليك يا اما يبقى هيدروفيليك. لايبوفيليك دي يعني هو بيحب الايه؟ الليبيدز. الليبيد. عظيم جدا. طب والسيل ممبرين بتاعي عباره عن ايه؟ فوسفوليبيدز، فوسفوبايلير اللي هو دهون. فالسيل ممبرين بتاعك عباره عن دهون اساسا. فلو الدواء لايبوفيليك هيقدر يعدي من السيل ممبرين ولا لا؟ يعدي. هيقدر. بالظبط. هيقدر يعدي. عظيم جدا. فاذا هو يدوب فيها ويعدي. فاذا اول طريقه عندي لو الدواء بتاعي لايبوفيليك بلس مول، حجمه صغنون ويسمح، يقدر يعدي من الليبيد باي لاير على طول دايركت. ده حاجه اسمها ايه؟ باسيف ديفيوجن اهو، اللي هو يعدي على طول درجه اهو، سهم اهو من الليبيد باي لاير على طول. طب بس كده؟ يعني الباسيف ديفيوجن لازم يبقى لايبوفيليك وسمول؟ لا مش بس كده، تضيف لي عليه كمان لازم يبقى في حاجه اسمها concentration gradient. يعني ايه concentration gradient؟ يعني فرق في يبقى التركيز. فرق في التركيز. يعني يبقى كميات الدواء في الناحيه دي عالي جدا عن كمياته في الناحيه دي، عشان يبقى فيه رغبه او في داعي او يبقى فيه ضغط ان الكميه الكبيره دي حبه منهم يروحوا الناحيه الثانيه عشان يعملوا توازن. فاذا 3 كلمات مهمين جدا في الباسيف ديفيوجن محتاج تقولهم. الدواء اللايبوفيليك هيعدي من الليبيد باي لاير على طول دايركت، ولازم يبقى سمول مولكيول، ولازم يبقى فيه كونسنتريشن جريدينت. طب يا دكتور معلش بقى، هو الدواء لو هيدروفيليك، لو ميه مثلا، الميه ما تعرفش تعدي بالباسيف ديفيوجن؟ يعني هتعدي بالطرق الثانيه اللي هي محتاجه ترانسبورتر ومحتاجه طاقه وي وي؟ لا، هقول لك لو الدواء هيدروفيليك ممكن يعدي باسيف ديفيوجن برضه، ولكن عن طريق ايه؟ شانلز. عن طريق شانلز، دي مهمه جدا يا شباب. هيدروفيليك زي الميه مثلا محتاج شانلز. يبقى تاني في الباسيف ديفيوجن انا ممكن اللايبوفيليك يعدي بسهوله دايركت من الليبيد باي لاير، بس لازم يبقى سمول ولازم يبقى فيه كونسنتريشن جريدينت. طب الحاجات الهيدروفيليك ممكن تعدي ولكن
تبقى سمول وكونسنتريشن جريدينت ولازم يبقى لها شانلز. ماشي يا شباب؟ اهو زي مثلا الايه دي، شانل دي بتاعت ايون، مثلا الصوديوم تشانل، البوتاسيوم تشانل، في تشانلز بالعبيط في الجسم عشان الحاجه تعدي ايه اللي هي الاملاح المهمه والميه والكلام ده كله، لازم يبقى لها ممرات تعدي منها ببلاش بسهوله. ليه بقول ببلاش؟ لان العمليه دي مش محتاجه انرجي، ما بيبذلش فيها اي طاقه، الموضوع معتمد بس على الايه الكونسنتريشن جريدينت. طيب تعال نخش على حاجه اسمها الفاسيليتيتد ديفيوجن. هو ديفيوجن يعني ايه؟ يعني برضه معتمد على الكونسنتريشن جريدينت، يعني فرق التركيز برضه. ولكن ايه كلمه فاسيليتيتد دي؟ فاسيليتيتد دي معناها ان هو ما بيحصلش كده بسلكان. يعني ايه يا دكتور ما بيحصلش بسلكان؟ يعني بيحصل ثرو اوت ترانسبورتر، لازم يبقى فيه شيال يشيل المولكيول ويدخله. يعني قصدك شانل؟ لا مش شانل. شانل دي يعني مجرد نفق، مجرد كوبري الدواء بيعدي منه، هو اللي بيعدي الدواء. لكن ترانسبورتر معناها ايه؟ مركب. فانا لو عندي نهر كده عايز اعدي من الضفه دي للناحيه الثانيه، ممكن اعدي على كوبري. الكوبري ده هو الشانل. الكوبري ما بيعملش اي حاجه، هو بس مجرد ان هو مكان انا اللي هعدي عليه. تمام. لكن الترانسبورتر لا، ده الترانسبورتر ده هو وجوده هو اللي مهم، هو اللي بيعمل كل حاجه. الترانسبورتر ده هو الشيال. تمام كده، هو المركب اللي بتعديني، المعديه. فاذا الفاسيليتيتد ديفيوجن الكلمه السحريه اللي فيه هي اللي هتفرق معايا في كل المقارنه وانت بتقارن، ان انا عندي ايه؟ ترانسبورتر. اهو ترانسبورتر ده هو اللي هياخد الدواء يعديه الناحيه الثانيه. زي مثلا مشهور جدا الجلوت. حد عارف الجلوت ده بتاع ايه؟ جلوكوز ترانسبورتر، هناخده مع بعض في فارما 3. الجلوكوز ترانسبورتر ده هو اللي بيدخل الجلوكوز من الدم لجوه الخلايا، اي خلايا في الجسم. الجلوكوز ما يعرفش يعدي غير بالترانسبورتر ده. طب ايه اللقطه يعني يا دكتور؟ هل بس كده؟ يعني احنا بنتكلم ان انا تعريف الفاسيليتيتد ديفيوجن هو الباسيف، لكن بيفرق في الترانسبورتر. وهنضيف كمان حاجتين. ايه الحاجتين؟ المركبات اللي بتتنقل هنا relatively larger، اكبر شويتين من الحاجات اللي كانت في الباسيف ديفيوجن. دي واحده. الثانيه، مش انا قلت لك ان هو في ترانسبورتر؟ طب ما كده الترانسبورتر ده اكيد ليه كاباسيتي، ليه قوه شغل معينه، هو بيقدر ينقل مولكيول كل ثانيه. فاذا هو اخره ينقل مولكيول في الثانيه. طب في 10 مولكيولز واقفين هنا، ملوش دعوه، هو بينقل مولكيول كل ثانيه. طب في 200 مولكيول واقفين هنا، ملوش دعوه، هو بينقل مولكيول كل ثانيه. على عكس مين؟ على عكس الباسيف ديفيوجن. الباسيف ديفيوجن انت كنت كل لما هتزود الكونسنتريشن هنا، ايه اللي يحصل في الديفيوجن؟ هيزيد. انت حاطط 10 مولكيولز، الديفيوجن مثلا رقم، ال10 بقوا 100، خلاص الباسيف ديفيوجن هيزيد. طب زودت اكتر خليتهم 300، باسيف ديفيوجن يزيد اكتر ويزيد. ليه؟ لان هو معتمد على الكونسنتريشن، كل لما الكونسنتريشن يزيد كل لما معدل الديفيوجن يزيد. لكن هنا في الفاسيليتيتد ديفيوجن ملوش دعوه. ساتيورابل، تلاقيه بيقول لك ايه؟ ساتيورابل. يعني انا خلاص ليا طاقه، انا عندي 10 ترانسبورتر شغالين، فاخري معاك ان انا انقل لك 10 مولكيولز في الثانيه. طب احنا واقفين 100، ملناش دعوه، انا في الثانيه بنقل 10. وصلت الفكره دي؟ فاذا الفاسيليتيتد ديفيوجن بنقول عليه كلمه ساتيورابل. يعني ايه ساتيورابل؟ يعني الريت اوف ديفيوجن بيديبند على عدد الترانسبورترز، مش بيديبند على ايه؟ على كميه الدواء. حلوه دي؟ حلو. طيب يبقى ده الفاسيليتيتد ديفيوجن. الاكتيف ترانسبورت، طالما حطيت لك كلمه اكتيف يعني احنا هنا عايزين اي تي بي او انرجي، يبقى انا عندي انرجي بتبذل. طب هو انا ليه اصرف انرجي؟ لان الموضوع هنا ايه بقى؟ against concentration gradient. ده هنا الحاجات بتاعتي او الممرات او الشيالين بتوعي بينقلوا الدرج عكس الكونسنتريشن جريدينت. يعني حتى لو عندي هنا 4 مولكيولز من الدواء والناحيه الثانيه
عندي 60,000 مولكيول من الدواء ستيل برضو الاربعه دول هيعدوا. ليه؟ لان انا هنا عندي كارير، في كارير متسيستم او ترانسبورتر متسيستم، انه اي وقت يشوف المولكيول دي ياخدها يشيلها يدخلها. طب ما ده شبه الفاسيليتيتد ديفيوجن؟ لا مش شبهه. فاسيليتيتد ديفيوجن كان معتمد على الكونسنتريشن، لازم الكونسنتريشن بره يبقى اعلى عشان اشتغل، عشان انا بشتغل ببلاش من غير فلوس. لكن هتدفع عليا فلوس، هتدفع عليا اي تي بي، خلاص يا باشا انت دافع، حتى لو في واحد بره هدخله لك. فهمت الفكره؟ فالاكتيف ترانسبورت لما تيجي تحطه في المقارنه والجدول بتاعك اكتب ايه؟ needs energy. اوكي، against concentration gradient بيحصل through transporters، وتكتب بين قوسين transporters يبقى saturable، نفس النظام برضو له اخر. طيب نيجي العمليه في الاخر بقى خالص، غير الثلاثه الحلوين دول، عمليه الاندوسايتوزيس والاكزوسايتوزيس، البلع. تمام؟ يقول لك الاندوسايتوزيس دي انجلفمنت. ليه انجلفمنت؟ لان احنا الحاجات اللي بنتكلم عنها دلوقتي هي مالها large sized molecules، هي مولكيولات كبيره في الحجم، فمش نافع معاها تعدي من الليبيد بايلير على طول، ومش نافع تعدي من شانلز، ومش نافع تعدي من ترانسبورترز. فهي طريقه دخولها لجوه السيل، اولا هي لازم تبقى لايبوفيليك، لازم تبقى ايه؟ حاجه لايبوفيليك او عندها تندنسي ان هي بتبقى لايبوفيليك. الخليه بتبلعها، بص بتخش كده يروح مخلوق لها زي بوكت، تعمل تقل كده، يتعمل لها بوكت فيقفل عليها، هوب هوب تخش جوه الخليه في هيئه فيسيكل. مين اشهر حاجه محتاجين نبقى عارفينها كمثال؟ ها، بتخش جوه الخلايا بتاع جسمنا بالشكل ده، فيتامين بي 12، ودي اي جس ان هي عليكم السنه دي، اعرفها كمثال عشان الام سي كيو. يقول لك الفيتامين بي 12 ايه الميكانيزم اوف ابزوربشن بتاعته جوه الجسم؟ قول له اندوسايتوزس. تمام؟ طيب الاكزوسايتوزس هو برضو خروج حاجات من جوه الخليه لبره الخليه. طب ايه اشهر حاجه بتخرج من جوه الخليه لبره الخليه عن طريق الفيسيكلز دي؟ هنيجي ونتعرف مع بعض الكام محاضره اللي جايين على حاجات مثلا زي النورابينفرين او النور ادرينالين الاسم التاني بتاعه، حاجات زي مثلا الاسيتايل كولين. الحاجات دي بتبقى متخزنه جوه الخلايا، او الانسولين يا سيدي، في امثله كتير جدا بالعبيط، اللي عليك ده النور ابنفرين. الحاجات دي بتبقى جوه الخلايا بتاعتنا محطوطه في حويصلات، عشان تخرج لبره الخليه ما ينفعش الحويصلات دي تفتح جوه، لا الحويصله تلاقيها بتتحرك كده، تمشي تمشي تمشي، تروح لازقه ها ومخرجاه لبره. فاذا كده احنا خدنا نبذه سريعه على الميكانيزم اوف ابزوربشن بتاعت الموليكيولز عشان تخش جوه الخلايا بتاعتنا. اوكي، ايه هي العوامل اللي بتاثر على ابزوربشن الدواء؟ ايه العوامل اللي بتتحكم الدواء ده يعدي من الناحيه دي للناحيه دي بشكل سريع بشكل بطيء؟ كل ده هنعرفه دلوقتي. اول حاجه البي اتش at the absorption site. وعشان اكلمك هنا انا محتاج اخدك في الورق الفاضي ونتكلم في الورق الفاضي مع نفسنا. اول عامل البي اتش at absorption site، وهزود كلمه and البي كي اي. يبقى بي كي اي دي تخص الدواء، والبي اتش دي تخص المكان، اللي هو احنا في المعده ولا احنا في الامعاء ولا احنا في الدم ولا سوري ولا احنا على الجلد ولا الحاجات دي تتحكم في امتصاص الدواء. ليه؟ الادويه بتاعتنا يا اما ويك اسيدز يا اما ويك بيز. 90% من ادويتنا يا كده يا كده، يا اما ويك اسيدز يا اما ويك بيزز. طب حلو خالص. انا دلوقتي عشان انا كدواء اعدي من هنا للناحيه الثانيه، قلت لي ان انا لازم ابقى لايبوفيليك وسمول ومش عارف ايه والكلام ده كله، سيبك من الحته دي. من ناحيه الشحنه، هو ممكن اسال حد فيكم سؤال ويرد عليا؟ هو السيل ممبرين يا ولاد، حد عارف هل هو تشارجد ولا ان تشارجد؟ السيل ممبرين بتاع اي خليه في جسمنا، الليبيد بايلير دي، يا ترى شايله شحنه
ولا مش شايله شحنه؟ طالما ما حدش رد، دي بتبقى شايله شحنات نيجاتيف، بتبقى شايله شحنه. طب السؤال اللي بعده، لو انا دلوقتي هودي دواء وعايزه يعدي، دواء عايزه يعدي، من مصلحتي ايه؟ ان الدواء ده يبقى شايل شحنه ولا مش شايل شحنه؟ مش شايل شحن. ليه؟ لانه لو شايل شحنه هيحصل فيه ايه اللي ردت عليا؟ يا اما هيبعد عنه يا اما هيلزق. ريبالشن، او بالظبط، او سيبك من حته يلزق، هيحصل ريبالشنات، صح كده؟ لان يبقى في اه كهرباء عماله تزق. فاذا من مصلحتي ان الدواء بتاعي يبقى ماله uncharged. فدي قاعده عامه تحفظها في دماغك، ان الابزوربشن بتاع الدواء يبقى احسن واحسن 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 لما يبقى uncharged. طب حلو، خلاص يا دكتور صنع لنا كل الادويه بتاعتنا في الانتشارجد فورم. ما يا ريت، بس دي حاجه مش بايدينا. ليه مش بايدينا؟ قال لك والله مثلا الدواء بتاعك ويك اسيد. ويك اسيد ده يعني ايه؟ يعني بيبقى اهو، ده الرمز بتاعه HA، ده الاسيد يعني اللي هو الدواء بتاعك في هيئه اسيد. وعشان اقول عليه اسيد معنى كده ان هو ماسك في بروتونيه، مرتبط ببروتونيه. حلو، هو الويك اسيد اول ما بيشوف ميه ايه اللي بيحصل له يا اولاد؟ الناس بتوع الكيمياء، بتوع الاورجانيك، اللي جايبين امتيازات في الاورجانيك، طب بتوع الاناليتيكال، اي حد يرد عليا، يحصل له ايونايزيشن، صح كده؟ بيتفك، يديني اسيد نيجاتيف بلس اتش بوزيتيف، والعمليه دي راحه جايه. فاذا انا عندي بيبقى فيه تو فورمز من الدواء، في فورم بالمنظر ده وفي فورم بالمنظر ده. ليه؟ لان هو بيقابل ميه، نزل في الجسم، نزل جوه فلويدز بتاعت المعده والفلويدز بتاعت الانتستين، فحصل له ايه؟ حصل له ايونايزيشن. فجيت بصيت لقيت ان الدواء بتاعي بيبقى في الفورم دي ويبقى في الفورم دي. طب مين الفورم اللي فيهم الانتشارجد ومين اللي فيهم تشارجد؟ الاعمى يرد بقى يعني. لو حد اعمى المفروض يرد. مين اللي تشارجد؟ الان مش تشارج. مين؟ الان ايونايزد هي اللي مش تشارج. دي كده uncharged، صح كده؟ اه ودي تشارجد. عظيم. طب هسألك سؤال، مين اللي بترد عليا عشان بس ابقى عارف؟ بسملة. ماشي يا بسمله. مين فيهم بروتونيتد ومين فيهم ان بروتونيتد؟ الان تشارجد بروتونات. عظيم جدا. دي بروتونيتد. يعني ايه بروتونيتد يا بسمله؟ يعني معاها اتش بوزيتيف. عظيم جدا، معاها البروتون ماسكه فيها. وهنا دي اه ان بروتونيتد. عظيم خالص. فلو انا سالتك في MCQ يا بسمله وقلت لك الدواء بتاعي ويك اسيد، يا ترى الابزوربشن بتاع انهي فورم هيبقى احسن، الامبروتونيتد ولا البروتونيتد؟ البروتونيتد. 100 100. وده سؤال MCQ بيجي لكم دايما. ما تقعدش تحفظ بقى، مش عايزك تحفظ. هتروح تاخدها من المحاضره، هتلاقي المحاضره مكتوبه لك كده ايه في باراجرافات، وتقعد تلخبط في نفسك. انت الحفظ الوحيد اللي عايزك تحفظه ايه؟ الايكويشن والمبدأ ده. مين اللي بيتم امتصاصه يا بسمله؟ الانتشارجد ولا التشارجد؟ الان تشارج. الانتشارجد. فهروح اعمل المعادله بتاعت الويك اسيد واعمل بالمنظر ده. الويك اسيد والله بيتفكل كده وكده. طيب مين الانتشارجد في دول؟ اهو الراجل المحترم ده. طب والمنظر ده بروتونيتد ولا ان بروتونيتد؟ لا بروتونيتد. فقبل ما اختار وقبل ما اجاوب، اعمل البتاعه دي على جنب في الدرافت كده واجاوب بيها. ما تحفظش حاجه. انا لغايه اهو دلوقتي بقالي 3 سنين مش حافظها. لو سالتني على غفله غير ورقه وقلم جنبي مش عارف اجاوبك. طب معلش هات لي ورقه وقلم اعملهم بس طب تعالى نشوف الويك بيز. الويك بيز، البيز بيبقى عباره عن ايه؟ اهو والله بيبقى بالمنظر ده، بس ارتباط البروتون بالبيز بيبقى مديله شحن. اهو بيطلع لي في ثابته المره دي وستيبل مع اتش بوزيتيف. طب بسمله برضو، هي بسمله، مين هنا ان تشارجد ومين تشارجد؟
الايونايزد اللي هي على اليمين، البي دي لوحدها. ايوه اه دي uncharged صح؟ ايوه ودي اسمها ايه، unprotonated ولا protonated؟ جاوبي. unprotonated. unprotonated، عظيم جدا. unprotonated. طب وهنا دي هيبقى العكس، charged اه وايه وبروتونيتد. بص بص بص، مش ده كده يا اسمها العكس اللي فوق؟ اه فما تحفظش بليز، بليز ما تحفظش، هتحفظ هتحلها غلط وتخرج تعيط، تخرج تقول يا سهله سهله خالص اتلخبطت فيها. ما تحفظش، ما تقعدش بقى تحششها لي اصل الاسيد ما اعرفش ايه ما تعملش كده، الله بليز الله يخليك. انت في كل مره هتتسال على السؤال ده ايا يكن هو بيسالك ازاي، البروتونيتد مش عارف مين وحش مين حلو، مالكش دعوه، انت بكل بساطه هتكتب الايكويشن تشوف. احفظ لي بس الايكويشن دي، واحفظ لي الايكويشن دي، واقعد استنتج انت تحتها، واي سؤال يساله لك هتحله، بسيطه خالص. طب ماشي يا دكتور، فهمت من كلامك ان انا دلوقتي الويك اسيدز البروتونيتد فورم منها هو الحلو في الامتصاص، والويك بيزز الانبروتونيتد فورم منها هو الحلو في الامتصاص. فاذا انا كراجل صيدلي اهو في سنه ثالثه، الكونكلوجن اللي طلعت بيه ان انا لو ويك اسيد احب يبقى كده. يعني ايه احب يبقى كده؟ يعني لو هو اسيد، لو الدواء بتاعي اسيد احب احافظ عليه بروتونيتد، ما يخسرش البروتون بتاعه. طب ولو هو بيز هحب ان هو يفضل ايه انبروتونيتد، ما يكسبش اتش خالص. ده الكونكلوجن، ده الكونكلوجن. طب اعمل ده ازاي يا دكتوره؟ هقول لك تعمل ده عن طريق البي اتش اللي انت هتحط فيه الدواء، علاقه البي اتش والبي كي بتاعت الدواء. يعني ايه الكلام بقى الكبير ده؟ يعني ايه بي كي ايه اصلا يا دكتور؟ عشان احنا ناس على باب الله. بي كي ايه دي حاجه كده شبه البي اتش بس تخص الدواء، مثلا 1 و2 و3. لو قلت لك البي كي ايه بتاع الدواء ده 1 او 2 او 3، معنى كده ان الدواء ده ايه، اسيديك ولا بيزك؟ انطقوا. بيزك. بيزك يا خرابي. طيب قتل طعنتوني في قلبي. البي كي ايه بتاعت الدواء لما نقول عليها 2 يبقى بيزك؟ يا خرابي اسيديك. لا لا، انا اتلخبطت، هي المفروض من 14. اتلخبطت. ايوه هي ايوه ماشي 14، ف 14 هو البيزك، و1 2 هي الاسيد. عظيم جدا. فلو قلنا مثلا ان هو خلاص جاوبين انت بقى 9 و10 و11 يبقى كده هو المفروض ايه؟ بقى يبقى بيزك. بيزك بقى. بيزك. عظيم. يبقى اذا قلت لك تعالي بقى طالما انت اللي فتحتي معايا خليكي بقى معايا. جيت قلت لك الاسبرين، الاسبرين ده حد عارف اسمه الكيميكال؟ ساليسيليك اسيد. ميثايل ساليسيليت. اصلا. عظيم. فاذا هو راجل اسيدك، البي كي اي بتاعه كام؟ انا غششتك وقلت لك ان هو 3.5. ماشي. طيب تمام. جيت انا حطيته او تابعت البيهيفير بتاعه جوه الاستومك دي، سالتيني قلت لي يا دكتور هو البي اتش بتاعها كام عشان ابقى عارفه وانا اسيدك. بجاوب معاك. قلت لك يا سيدتي الفاضله البي اتش بتاعها 1.5 2 مثلا. حلو. طيب وجينا نتابع البيهيفير بتاعه في الانتستين، قلت لي هي كام يا دكتوره؟ قلت لك حوالي 8. قلت لي ماشي، عايز ايه مني بقى؟ هقول لك يا ترى هو امتصاصه هيبقى حلو في انهي عضو من دول؟ قلت لي ساعدني افكر الستومك. ازاي. هقول لك افتكري، استني بس عليا انت يا لما هقول لك افتكري. هو احنا المعيار بتاعي ايه الامتصاص يبقى حلو بتاع اي دواء في الدنيا لما يبقى في انهي حاله؟ الانتشارجد صح؟ لما يبقى انتشارجد يبقى انا عايز ادور هو يا ترى الاسبرين هيبقى موجود انتشارجد بكميات كبيره فين؟ هتقولي لي ازاي انت مش جيت قلت لي فوق اهم ان هم في حاله ايكوليبريم، يعني الانتشارجد موجود والتشارجد موجود. هقول لك يس بس لازم يبقى في حاله بريدومينانت. ما هو انا مش عايز يبقى ده موجود بنسبه 50% وده موجود بنسبه 50%، ده هدر ابن لذينه، يعني 50% من الدواء مش بيمتص. لا احنا بنسعى ان الشكل الانتشارجد يبقى 90% مثلا، وده يبقى كام 10%. فاذا انا عايز اشوف هو الانتشارجد فورم اوف اسبرين هيبقى موجود بكثره في انهي عضو من الاعضاء دي. طيب
اروح ابص، هو هنا البي اتش 1.5 2، معنى كده ان علاقه البي كي اي والبي اتش عامله ازاي؟ يعني لو جيت قلت البي كي اي والبي اتش مين اكبر من مين؟ ها؟ البي كي والبي اتش علاقة عكسية. مفيش عكسيه، بقول لك مين اكبر من مين في الحاله بتاعتي دي. الاسبرين الحالة 3.5 والاستومك 2، مين اكبر؟ ايه اكبر؟ الاسبرين في البي اتش ولا في البي كي اي؟ حطي لي علامه البطه دي، بق البطه احطها ازاي هنا؟ ها؟ نقط اهي. البي اتش بتاع الاستومك اعلى من البي اتش بتاع الاسبرين. البي اتش بتاع الاستومك 2 اقل و3.5، مين اكبر؟ ثانية واحدة بس عشان كده اتلخبطت. 2 البي اتش بتاع و3.5. الاستومك ايوه، البي اتش بتاع الاستومك هتبقى اقل من البي اتش بتاع الاسبرين. اقل من البي كي اي بتاع الاسبر. حلو. مش بي اتش، ما تقوليش بي اتش اسبرين، قولي بي كي اي. تمام اهو. تمام. يعني كده صح اللي انا عملته ده صح. حلو. طيب يبقى في حاله لما البي اتش يكون اقل من البي كي اي، ده معناه ايه؟ عايزك تترجم في ايه في مخك وانت بتفكر. معنى كده ان انا مالي اسيدك. ده رقم واحد. يبقى البيئه اسيدك بالنسبه للدواء. صح؟ صح. تاني حاجه، معنى ان هي اسيدك يبقى كده الاتش بوزيتيف او البروتونز كمياتها عاليه ولا كمياتها واطيه؟ علي. عاليه. عالي. يبقى معنى كده فرصه البروتونيشن تبقى عاليه ولا واطيه؟ عالي. عاليه. يبقى معنى كده البروتونيتد فورم اوف ذا دراج يبقى كميته عاليه ولا واطيه؟ علي. عاليه. عالي. عظيم. ارجع اجيب الايكويشن بتاعت الاسيد. ليه اسيد؟ لان الاسبرين اسيد. اهو كانت بتقول اتش اي رايح جاي اتش بوزيتيف زائد اي نيجاتيف. كان مين الشكل البروتونيتد هنا يا اولاد؟ اهو. مين الانتشارجد هنا يا اولاد؟ اهو. جاوبيني بقى يلا اللي سألتك السؤال الاولاني. ها كده. المفروض بقى كده هو هيبقى يبقى هيمتص كده اكتر في الميه. الاسبرين، يبقى الاسبرين في المعده حاجه حلوه ايوه. للامتصاص. صح؟ ليه؟ لان انا هنا اكتشفت بالسيكونس المعين ده ان انا اسيدك، فاتش بوزيتيف كتير، فالبروتونيشن هيحصل كتير، فالبروتونيتد فورم هيبقى كتير. مين البروتونيتد فورم؟ اللي هو ده، اللي هو مين اصلا؟ اللي هو الانتشارجد، اللي هو بيمتص حلو. فاذا اقدر اوصل لجمله كده، لما يكون البي كي اي اكبر من البي اتش يبقى البروتونيتد فورم هيبقى اعلى واعلى. بالمنطق ليه؟ لان البي اتش كده معناها قليل، فالاتش بوزيتيف هيبقوا كتير، فالبروتونيشن يحصل كتير، فالبروتونيتد فورم يزيد. طب البروتونيتد فورم ده حاجه حلوه للامتصاص ولا حاجه وحشه للامتصاص؟ قبل ما ترد تقول لي الدواء بتاعنا اسيد ولا بيز؟ اقول لك الدواء بتاعنا اسيد. خلاص يبقى دي حاجه حلوه للامتصاص. طب تعالي الناحيه الثانيه في الانتستين. هو هنا علاقه البي كي اي بالبي اتش ايه هي؟ مين اكبر من مين؟ بي اتش هي الاكبر. عظيم. بي اتش هي الاكبر. طب معنى ان البي اتش كبيره يعني انا في وسط ايه؟ قاعدي. يعني قاعدي بيزك. يبقى الاتش بوزيتيف كتير ولا قليل؟ لا، قليل. قليل. يبقى البروتونيشن كتير ولا قليل؟ قليل. يبقى قليل. البروتونيتد فورم قليل برضه. قليل. ومين اللي كتير؟ اللي هو الانبروتونيتد. الانبروتونيتد. صح؟ اه 100 100. طب انا الدواء بتاعي ايه؟ اسبرين رايح جاي اتش بوزيتيف ايه نيجاتيف. مين هنا الانبروتونيتد اللي انا بقول عليه هيبقى كتير ده؟ اهو. اللي هو الاتش اي. لا اللي هو ده ايه الانبروتونيتد. ماشي. تمام. انبروتونيتد يعني مش ماسك في بروتون اهو. اه انبروتونيتد ده اللي هيبقى كتير. طب وده بشحنه ولا من غير شحنه؟ لا، شحنة. شارجد. شارج. يبقى اذا الاسبرين في الانتستين
امتصاصه حلو ولا وحش؟ لا وحش. وحش. سهله يا ولاد. مش هعيدها، انت هتشوف الريكورد من جديد لو انت مش فاهمها قوي، بس امشي بالسيكونس ده. امشي بالسيكونس ده وانت بتفكر علاقه البي اتش وتاثيره على الدواء. نقدر نحششها يا دكتور ونشعبول لي الموضوع؟ هشعبول لك الموضوع. لو الدواء اسيد، حطه في اسيد عشان يمتص احسن. حلوه كده. ولو الدواء بيزك، حطه في بيز عشان يبقى امتصاصه احسن. ده الكلام الشعبوي الشعبولي، الكلام بتاع ابن الناس الحلوين بقى واللي بيفهموا اهو قلناه. ماشي يا حلوين. طيب ممكن على فكره مثال الاسبرين ده ما يجيلكش اصلا، ولا يجيلك في ميد، ولا يجيلك في فاينل، بس انا احبك تبقى فاهم. اوكي يا ولاد. طيب ادي كده اول معيار، اول حاجه هتاثر على امتصاص الدواء، قلنا الكلام ده كله خلاص. تاني حاجه هتاثر على امتصاص الدواء من العضو اللي هو فيه، بعيدا عن البي اتش بقى، خلصنا من البي اتش. اولا البلاد فلو للابزوربشن سايد ده، العضو اللي هو فيه ده واصل له دم كتير ولا مش واصل له دم كتير؟ ده ياثر على الامتصاص طبعا. ما هو الامتصاص يعني ايه؟ ان الدواء يعدي للدم. فانا في دم ولا مفيش دم؟ ايه ده يا دكتور، هو في حتت الدم مش واصل لها كتير؟ اه يا حبيبي. لو جيت قارنت السكين مثلا، الجلد، بالانتستين، مين فيهم واصل لهم دم اكتر؟ يا صيادلتنا، مين واصل له دم اكتر؟ انطقوا. الدم ولا الانتستين ولا السكين؟ انتست. الانتستين. فاذا حضرتك لما تحب تدي دواء، اديه اورال ولا اديه من الجلد؟ لو انا عايز امتصاص احسن واسرع، اديه طبعا اورال. ادي معيار. طب الانتستين ولا الاستومك؟ الانتستين. طب هي ليه الانتستين واصل لها دم كتير؟ عشان كبيره. هي الانتستين كام متر يا اولاد؟ المنبار عشان نسيت المعلومه، كانت كام؟ 7 متر ولا 12 ولا 9 ولا كان كام متر؟ حد فاكر الانتستين كان كام متر؟ مهم يعني ان انت 8. طيب يعني الامطار الكتيره دي كلها مليانه شرايين، فطبعا الامداد الدموي رهيب هناك. ماشي. total surface area available for absorption، يعني السيرفس اريا اللي بيحصل منها ابزوربشن، ده معيار مهم بيأثر على الدواء. انا دلوقتي لو المكان اللي انا بمتص منه عامل كده، ده كده الجدار الداخلي بتاع الاستومك عامل بالمنظر ده. تعالى بقى شوف الجدار الداخلي بتاع الامعاء عامل ازاي. بص عامل كده. كان في حاجه اسمها ايه؟ مين شاطر يفتكرها؟ مايكروفيلاي. مايكروفيلاي. عظيم. انت بذمتك لو انت دواء، هل ليك حجه؟ ده انت هنا انت كدواء ما قدامكش غير مثلا كده وكده وكده، لكن هنا ده انت قدامك حته من الجنب اهو، وحته من الجنب ده، وحته من فوق، وحته مش عارف منين، وحته من هنا، وحته من هنا. عندك سيرفيس اريا للابزوربشن اكبر بكتير جدا في نفس المساحه. شفت انت الحته دي؟ فطبعا توتال سيرفيس اريا، فتلاقي الانتستين عظيمه للامتصاص. الكونتاكت تايم ات ذا ابزوربشن سيرفيس، هو الدواء بتاعي هيقعد عند الابزوربشن سيرفيس قد ايه؟ طيب يعني ايه برضه يا دكتور؟ يعني من ضمن المعايير اللي هتأثر هو الكونتاكت تايم. مثلا قطرات العين، قطرة العين دايما تلاقي الجرعة بتاعتها 4 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم، 6 مرات في اليوم. ليه يا جماعة؟ عشان هي يا دوبك اول ما حضرتك بتحطها في عينك تلاقي عينك دمعت دقيقتين والقطرة راحت، فالكونتاكت تايم ضعيف جدا. طيب والله مش عارف، الدواء لما يتاخد اورال هيفضل قاعد وراشق في الامعاء بتاعتك زي ما يحب، مفيش حاجه هتخرجه. فتلاقي الكونتاكت تايم او الابزوربشن من حته زي العين، لا ده حاجه سخيفه جدا، ابزوربشن وحش خالص. لكن هنقارنه بالابزوربشن من الانتستين، لا ده عظيم. طب اقارن ما بين الابزوربشن من المعده ومن الانتستين، لا ده بيقول لك خلي بالك، ده انت في المعده في حاجه اسمها جاستريك امبتنج ريت. يعني ايه جاستريك امبتنج ريت؟ يعني المعدل اللي الاستومك بتفضي محتوياتها فيه.
الاستومك بتفضي محتوياتها في قد ايه؟ الريت بتاعها ده هيفرق في الامتصاص في شيء طبعا. لو في دواء بيمتص من المعده، لو الجاستريك امبتنج ريت عالي، امتصاصه من المعده كده مش هيلحق، هيبقى حاجه قليله خالص. طب يصب في مصلحه مين لو الامتصاص بيحصل من الانتستين؟ تاني، لو انا الهدف بتاعي ان الدواء يمتص من الاستومك، وده ما بيحصلش، يعتبر مفيش حاجه بيبقى التارجت بتاعي ان هي تحصل من الاستومك، بقائه في الاستومك فتره اطول دي مصلحه لو هو بيمتص من الاستومك. فاذا لو الجاستريك امبتنج ريت قليل، دي مصلحه للدواء ده. لكن لو الدواء بتاعي احنا عايزينه يمتص من الانتستين، فلما اقلل الجاستريك امبتنج ريت يحصل ايه في الابزوربشن؟ ابزوربشن ريت فروم انتستين. حد يجاوب. قللت الجاستريك امبتنج ريت، الامتصاص من الانتستين معدله يبقى سريع ولا بطيء؟ هيقل لان كده هيحصل ابسوربشن من الاستومك نفسها. الدواء قاعد في الاستومك مش راضي يوصل للانتستين، فاذا امتصاصه من الانتستين هيبقى قليل، معدل امتصاصه هيبقى قليل. عظيم جدا. فاذا احنا السعي بتاعنا، رغبتنا دايما ان احنا يبقى الجاستريك امبتنج ريت عالي ولا واطي؟ عادي. دايما عايزين يبقى الجاستريك امبتنج ريت عالي. ليه؟ لان دايما التارجت اورجان اوف ابزوربشن هو الانتستين، دايما احنا بنلعب على الانتستين. فانا مش عايز الحاجه تقعد في المعده كتير، عايزها تروح على طول. فدايما بشوف ايه هي الحالات اللي بيكون فيها الجاستريك امبتنج ريت واطي وابعد عنها. طب ايه هي يا دكتور الحاجات او الحالات اللي بيكون فيها الجاستريك امبتنج ريت واطي؟ قال لك لما حضرتك تبقى واكل، لما في اكل في المعده، المعده بتقفل، ما بتعديش حاجه عشان تقعد تهضم وتكسر وتعجن ومش عارف ايه. لما يكون الباراسمباثيك شغال. ايه الباراسمباثيك دي؟ هنعرف كلنا بعد الميد، ما تستعجلش. فاذا لو عندي ادويه بتدي افكت زي الباراسمباثيك، هتقلل الجاستريك امبتنج ريت، وبالتالي تاخر امتصاص الادويه التانيه. طيب لو انا حضرتي واكل اكله حلوه كده وتقيله، الدواء الافكت بتاعه هيتاثر لانه مش هيمتص في ميعاده، مش هيمتص كله. فخدها قاعده عامه، الاصل في الادويه تتاخد على معده فاضيه، ما عدا استثناءات. لكن الاصل خد الدواء على معده فاضيه. ليه؟ لان المعده فاضيه يعني جاستريك امبتنج ريت عالي، يعني الدواء هيعدي على طول على الانتستين فيمتص اسرع. لكن امتى تدي على معده مليانه واصر ان هو يتاخد على معده مليانه؟ استثناءات بقى. والله مثلا المعده بتتاثر بالدواء ده، حاجه مثلا كروسيف زي المسكنات او الكورتيزون، يقول لك بتحرق المعده، بتعمل ألسر، تعمل قرح، فلا ما تاخدهاش على معده فاضيه عشان ما تاذيش معدتك. والله حاجه زي الحديد يعمل امساك وبهدله لو اتاخد على معده فاضيه، فخده على معده مليانه. فاذا الاصل خده على معده فاضيه، الا لما يبقى في استثناء يخليني ايه، اخده على معده مليانه. ماشي يا اولاد؟ دي حته برضو ليك عشان تبقى انت عارف وانت واقف في الصيدليه، ما تبقاش بتتصاير ان الموضوع ما فيش قاعده ثابته. مفيش قاعده ثابته، هو قاعده عامه بس في استثناءات كتير، فكل دواء بدواه. طيب اخر حاجه تاثر على الامتصاص عشان نقوم نصلي وناخد بريك، هو حاجه اسمها البي جلايكوبروتين. ايه البي جلايكوبروتين ده؟ ده مالتي دراج ترانس ممبرين ترانسبورتر بروتين. يعني ايه الكلام ده برضو؟ اي سيل ممبرين في الدنيا زي ما قلت لك بيبقى فيه شانلز، فيه ترانسبورترز، فيه كو ترانسبورترز، حاجات بتدخل الدواء من بره لجوه. في بقى حاجه تانية اسمها البي جلايكوبروتين، ده وظيفته بودي جارد. ده وظيفته ان هو يخرج الحاجات الغريبه من جوه لبره. يعني ده عكس اللي فاتوا، الترانسبورتر الطبيعي كان بيدخل من بره لجوه، لكن البي جلايكوبروتين ده بيعمل ايه؟ من جوه لبره، بيطرد الادويه.
احنا بندرسه ليه يا دكتور؟ ده عشان انا بدرس لك بعرفك العوامل اللي بتأثر على امتصاص الدواء. فلما نبقى عارفين ان في واحد كل وظيفته ان هو يطرد الادويه اللي انا بدخلها، مش مهم ان انا ادرسه وادرس كميته وادرس ازاي اوقف مفعوله وادرس ازاي اخلي الدواء بتاعي يهرب منه. دي مهمه جدا، لان حضرتك لو هتدي مثلا 100 مللي جرام من الدواء، 50 منهم بيطردوا بالبي جلايكوبروتين، كده ما استفدتش حاجه. فاعمل تعديلات على الدواء بتاعي، اظبط الدواء بتاعي، الكلام ده كله عشان خاطر ما يطردش. فالبي جلايكوبروتين ده بيقال عليه الافلاكس بامب. طب الافلاكس بامب الحلوه دي بيخرج من جوه لبره. فتعالى عشان الام سي كيوات في الامتحان بتقعد تلسوعكم. لو انا عندي اهو دي كده الخلايا، هنا الانتستين ليومن. يعني ايه الانتستين ليومن؟ يعني الفراغ اللي جوه الانتستين. ودي خلايا اهي، ده الجدار بتاع الايه الامعاء، ودي خلايا. الدواء اهو عايز يعدي ويروح على البلد، هنا البلد. حلو كده، حلو. عمك البي جلايكوبروتين قاعد هنا اهو، مهمته يعمل ايه في الدواء؟ بالكلام يخرج الدواء من البلد للانتستين ايه؟ ليومن. فدي جمله يقول لك البي جلايكوبروتين اللي موجود في الخلايا بتاعه الانتستين بيعمل ايه؟ هتقول له كده بيخرج الدواء من البلد لفين تاني؟ للانتستين ليومن. طب ده في الانتستين. لو هروح للليفر، الليفر بيعمل ايه الليفر؟ هنلاقي في الليفر حاجه اسمها البايل، قنوات للمراره، للعصاره المراريه، بيمشي فيها مخرجات الكبد. الكبد لما بيحب يطرد حاجه براه يخرج حاجه براه، تمام؟ بيطردها في البايل، بيخرجها في البايل. فانا كده الكبد اهو جوايا قنوات اسمها قنوات المراريه، هتصب على مين؟ على القولون. طيب فانا الدواء موجود جوه الكبد اهو. البي جلايكوبروتين اللي موجود في الكبد، يا ترى لما يحب يطرد الدواء من الكبد يوديه على فين؟ حد يقول لي. فروم تو. البايل. هيودي من الليفر للبايل. يبقى انت الكلمه اللي هتكتبها لو سالك في الام سي كيو في الليفر، البي جلايكوبروتين بيودي الدواء منين لفين؟ بيوديه من الليفر للبايل. عظيم خالص. طيب في البريجنانت وومن، لا احنا وصلنا للبريجنانت وومن. الست الحامل عندها حاجه اسمها المشيمه. المشيمه دي بتوصل ما بين مين ومين يا اولاد؟ الدم بتاع الام والدم بتاع البيبي. فانا عندي اهو ده كده المذر بلاد او الماتيرنال بلاد، وهنا كده اهو ده الفيتس بلاد، ودي كده توصيله دمويه اسمها المشيمه. المشيمه دي مليانه بي جلايكوبروتين. البي جلايكوبروتين ده بادي جارد. بادي جارد لمين؟ للعيل الصغير. يبقى هدفه انه اي دواء يوديه منين لفين؟ هياخد الادويه اللي بتعدي للعيل ويرجعها على مين؟ على الام. فلما حضرتك تيجي تتكلم او يتسأل سؤال البي جلايكوبروتين دوره ايه في المشيمه؟ يطرد الادويه من الفيتس بلاد يوديها على المذر بلاد او الماتيرنال بلاد. عظيم جدا. البي جلايكوبروتين موجود في حته تانية يا دكتور؟ يس، موجود في حته تانية اللي سبتها لك في الاخر. موجود في مكان اسمه البلاد برين بارير. يعني ايه البلاد برين بارير؟ يعني الشرايين اللي دخلت للسي ان اس، الشرايين اللي جوه المخ. حلو، ادي شريان، والشريان ده ماشي جوه المخ. المخ ده فيتال اورجان مهم جدا جدا جدا، مش اي حاجه تخش له. فتلاقي دايما الشرايين اللي هناك مرشقه بيه جلايكوبروتين. مرشقه بيه جلايكوبروتين ليه؟ اي دواء هيعدي للبرين يروح هو واخده ومرجعه تاني للبلد.
فلما اجي اتكلم عن البي جلايكوبروتين في البلاد برين بارير اقول ايه؟ اقول والله بيطرد الادويه من البرين او من السي ان اس، يرجعها لفين تاني؟ للبلاد. فالبي جلايكوبروتين هتلاقي في المحاضره عندك، او في يعني في الهاند اوت اللي هديهولك. اوكي اهو، في الانتستين بيوديه من كذا لكذا، في الليفر بيوديه من كذا لكذا، البلاسينتا بيوديه لكذا لكذا، في الكدني بيودي الادويه من البلد لليورين، بيطرد الادويه من البلد لليورين، زي الليفر كده لما كان بيطردها من البلد للبايل او من الليفر للبايل. فمهم جدا للام سي كيوز الايه الحاجات دي يا اولاد.